انا عارف انك نسيت الماس. تعالى اقول لك بقى احنا هنعمل فيه ايه. لو انت طالب ثالثه ثانوي فالفيديو ده ليك. انا عارف انك نسيت الماس. تعالى اقول لك بقى احنا هنعمل فيه ايه. بعد ما ترجع من امتحان الكيمستري على خير ان شاء الله، حضرتك هتخش عندي على اليوتيوب، هتلاقيني منزل لك على التشانل فيديوهات مراجعه. الفيديوهات دي عباره عن ايه؟ اول فيديو فيهم هيكون مراجعه تفصيليه على المنهج كله سريعا. هنركز على اهم الافكار اللي كانت بتتكرر في الامتحانات بتاعت السنين اللي فاتت، والافكار اللي هو بيركز عليها في الامتحان. بعد ما خلصنا المراجعه وافتكرنا المنهج سريعا، هنخش على الفيديو الثاني. الفيديو الثاني يا صديقي هو عباره عن حل كل النماذج اللي نزلتها الوزاره. ال 12 نموذج ما سيبناش منهم ولا سؤال. هنحل ال 12 نموذج كاملين عشان نتدرب على الفكر اللي الوزاره عايزاك تتدرب عليه. بعد ما خلصنا الحاجتين دول، ده بالنسبه لي مش كفايه. هنخش على اخر فيديو عندنا، والفيديو ده هكون انا منزل لك امتحانات. الامتحانات دي يا صديقي هي امتحانات عشان تتدرب على الوضع بتاع الامتحان نفسه، عشان تخش في المود بتاع الامتحان نفسه، عشان لما تيجي تحل امتحانات ما تستغربش. الامتحانات دي مش هتكون سهله نهائيا، عشان كده انا هصورها لك وهحل لك كل الاسئله اللي فيها بالتفصيل الممل، وهشرحها لك كويس. عايزك تخلص الكيمستري على خير وتجيلي.